تعال شوف التدليس وصل بينا لحد فين. عبد الشافي صادق بيرسي تاو هرب واعلن عصيانه. طبعا انت عارفين حضراتكم على مدار 3 ايام بيرسي تاو هارب او اعلن العصيان او التمرد. هناك بيان صدر من النادي الاهلي بخصوص بيرسي تاو، قال لك اصل المصاب بنزله معويه الزمته الفراش، وهناك فارق ما بين العصيان وبين النزله المعويه. ليه؟ لان قبل الغياب والانقطاع عن التدريبات كانت هناك جلسه بين بيرسي تاو ولجنه التخطيط بيتكلموا معاه على فسخ عقده، وقالوا له هو متمسك بالحصول على 700,000 دولار، وقالوا له هديك 250,000 دولار حسب كلام وكيلته وكيله اعماله. طبعا رفض نهائي وقال لهم هاخد مستحقاتي كامله مقابل ان انا اوافق على فسخ عقدي والرحيل عن النادي الاهلي في شهر يناير. يعني النزله المعويه دي مبررات عشان الناس، يعني مسكنات عشان الناس تسكت وما تتكلمش على عصيان او هروب بيرسي تاو. ده بالنسبه لموضوع بيرسي تاو. الاهلي طبعا انتوا عارفين في مشكلات كتير. ليه هو مثلا زي جوميز اللي عندكم اللي هرب، ولا زي اللعيبه اللي عندكم اللي بتهرب وتطلب بمستحقاتها من الفيفا؟ يا ريت يهرب يا اخويا، ده هو اصلا تقول لي اعلن عصيانه.